السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعيني الأعزاء، ولقاء يتجدد قناتكم خبر وقصة. الفنانة ريهام حجاج كلنا عارفين إن هي تزوجت من طليقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكل شوية بيكون في ما بينهم يعني شد وجذب وكده في الحوار وفي التعليقات على البوستات بتاعتهم. نفت الفنانة المصرية ريهام حجاج المنشورات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، واللي نسبت ليها تعليق ساخر حول طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. هقول لكم تفاصيل الخبر. سيرة فضلا وليس أمرا، كلنا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نسامي بالله. واللي لسه جديد معايا بيسعدني جدا جدا وجودك في قناتي، واللي لسه أول مرة يدخل يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، واللايك مهم جدا لنشر الفيديو. استعرضت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها على منصة انستجرام نموذج لمنشور تم نشره عبر صفحات مختلفة على الفيسبوك. حمل صورها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، اللي هو كان متزوج من ياسمين عبد العزيز قبل كده، إلى جوار صورة رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، مع تعليق ساخر. يعني صورة ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة اللي هو طليق ياسمين عبد العزيز، وموجود جنبهم صورة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتعليق ساخر نسب ليها. قالت فيه: هي دي الرجالة اللي تتحب، قلبي عندك يا حبيبتي، الوحدة صعبة، بتمنى لك حظ أوفر المرة القادمة. أوضحت ريهام حجاج إن هذا المنشور تم تداوله بنفس الصيغة في أكثر من صفحة من صفحات الفيسبوك لجذب التفاعل، ونفت المنشور المنسوب إليها قائلة: لم ولن أتكلم عن أي زميل أو شخص، أنا أحترم الجميع وأتمنى الخير لكل الناس، مشيرة إلى أن تلك المنشورات الزائفة تسبب لها الضرر ولعائلتها. وحذرت ريهام حجاج من المنشورات الزائفة، ونصحت متابعيها بعدم تصديق كل ما يتم تداوله، متمنية الخير للجميع. طبعا عايزة أقول لكم إن ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة عقب انفصاله من ياسمين عبد العزيز، بعد زواج استمر 17 عام، وأثمر عن ابنيهما ياسمين وسيف الدين. طبعا ده كان الخبر بتاعنا. بتمنى لكم حظ سعيد، وأترككم في رعاية الله وحفظه، إلى أن نلتقي. لكم مني كل تحية.